رائد أعمال في مشروع دي اكس ان، إعلامي ومدرب دولي معتمد، متفرغ لمشروع دي اكس ان منذ عام 2006، له أيادي بيضاء على إعلام دي اكس ان، كلكم يعرف هذا العملاق. الاستفادة من العادة محاضرته. رحبوا معي بالأستاذ حمزة البلوشي EDD. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحين نكمل بهالميكروفون. حياكم الله، السلام عليكم مرة أخرى. واللقاء ما شاء الله ماتع جدا، والحضور أتوقع الحين البطون شوية تبغى ريشي صح؟ ولا تبغى عشاء؟ مورنزي. على سيرة العشاء بيكون إن شاء الله على تحت بحر شوي، لا تطلعوا على الغرف، عشاء ينتظركم جميل إن شاء الله تعالى. بس وما بنطول عليكم. أتوقع لابد تتلحفون بالبطانيات اللي فوق، اللي ما جايب مع جاكيت ينزل بطانيته. بإذن الله تعالى سيكون حديثنا بشكل مختصر وسلس حول موضوع يسير اللي هو الاستفادة من العادة. طبعا يا أخوة، العادة يعني كلنا نعرفها. ما هي العادة؟ كل ما تعود عليه الإنسان، وقد يفعل من غير جهد ومن غير دفع مثلا مصاريف مالية. الشيء اللي تتعود عليه أنت قد تعمله بدون ما يعني تتعب عليه، بدون ما تدفع له فلوس، بدون ما يعني مجرد أشياء أنت تعودت عليها وتطبقها بشكل سلس. نحن في دي اكس ان في عندنا بعض العادات اللي ممكن لو يعني نستثمرها بشكل صحيح نستفيد منها بشكل كبير جدا. طبعا الشيء البسيط المعروف اللي دائما نتحدث عنه اللي هو عادة الاستهلاك. في أحد دائما أنا أتحدث أقول للشباب يعني والأخوة والأخوات، هل في أحد في بيته ما في صابون؟ أخ خليفة، في بيتك في صابون قبل ما تعرف دي اكس ان؟ صدق؟ كنت تستخدم صابون؟ لا تخبي علينا. ها؟ الشيخ محمود، هل أنت كنت تستخدم معجون أسنان قبل ما تعرف دي اكس ان؟ أكيد. يعني هي الأخ خليفة الصولي، الشيخ محمود، غيرهم، نحن كلنا غيرنا العادة اليسيرة اللي كنا متعودين عليها إلى عادة دي اكس ان. الاستهلاك من دي اكس ان بدل لا تكون عادة عادية، لا صارت عادة استهلاكية، عفوا عادة استثمارية. فصرنا نستفيد من هالعادة هذه. فقط حول عادتك العادية إلى عادة استثمارية مع دي اكس ان. طبعا جلسات السمر اللي تجلسها مع أصدقائك إن شاء الله ستثمر لك أحلى ثمر مع الدي اكس ان. الضيوف الذين يأتونك في البيت شو تشربهم أخ خليفة؟